تعالوا النهاردة نعمل مع بعض بسكوت اقتصادي كده لذيذ وسهل خالص، مش مكلف ولا فيه بيض ولا لبن ولا سمنة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو مكنتوش اشتركتوا في القناة اشتركوا، اعملوا لايك للفيديو، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نشوف هنعمل البسكوت الجميل ده ازاي. في البداية حطيت كوباية سكر وهحط عليها كوباية مية وبكوين فانيليا، وهدوبهم كويس لحد ما السكر يدوب خالص معايا. احط باقي المكونات، اقلب كويس لحد ما ادوب السكر. بعد ما اتاكدت ان السكر داب كويس، بحط كوبايه زيت واقلبهم كويس مع بعض. بعد ما قلبناهم كويس الزيت مع السكر مع الميه، هنركنهم على جنب، وبعدين نجيب الخليط الجاف. معايا 5 كوبايات دقيق، هحط عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر. وممكن الدقيق ده ما نحتاجش دقيق، على حسب الدقيق وحسب السوائل. يعني في دقيق يعني كمية السوائل تاخد الدقيق الخمس كوبايات، وممكن نحتاج عليهم شوية. وبعدين هحط معلقتين كبار نشا. حط رشة ملح خفيفة خالص، وبعدين هبتدي اعجن. وهنا مش هنعجن لان ده بسكوت، احنا بنخلط الدقيق بالسوائل. بنزل شوية شوية الدقيق كده واقلبه، واول ما يتقل معايا الدقيق هروح عجن لماه بايدي، وهلم البسكوت مش بيتعجن، مش زي العيش. بنقلبه تقليب كده لحد ما السوائل تتشرب الدقيق. وبكده لمينا العجينة، وهنشوفها بقى. ناخد قطعة كده ونشوفها مشققة. لو مشققة معانا هتبقى العجينة بتاعتها ناشفة طرية كده وحلوة. مش مشققة معانا تبقى العجينة جميلة وحلوة. هنبتدي بقى هنسيبها شوية ترتاح، وبعدين نشتغل فيها. هاخد قطعة من العجينة واحط تحتيها كيس وفوقيها كيس عشان تبقى سهلة في الفرد، وهبتدي افردها لحد ما تبقى معايا مفرودة كده ورقيقة عشان نبتدي نشكلها. شايفين السمك بتاعها؟ بعد ما فردناها بالسمك اللي احنا عايزينه، معايا قطاعة. وطبعا لو ما عندكوش القطاعة دي هقول لكم نعمل البسكوت ازاي. هوريكم برضو اشكال تاني، بس انا هقطع الاول بالقطاعة. وهخليها رفيعة كده، سمكها حلو، مش ما اخليهاش تخينة قوي عشان تبقى رقيقة وحلوة. لو ما عندناش المكبس اللي احنا بنعمل بيه الرسومات، هنفرد العجينة طبعا بالسمك اللي احنا عايزينه. وهبتدي اجيب قطاعة، اي قطاعة، سواء قطاعة مشرشرة او قطاعة عادية او سكينة. هبتدي اشيل الزيادات كده، وبعدين اسوي العجينة، وبعدين هقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالطول وبالعرض. هتديني مربعات بسكوتة مربعة كده. وبعدين هجيب خلة بتاعة الشيش طاووق، وهجيب الظهر بتاعها، مش بالسن، مش بالحتة المسننة، لا بالظهر، وهبتدي اخرم البسكوتة بالشكل ده. ودي الاشكال اللي احنا عملناها، الرسمتين هوريهم لكم. وبعدين بعد ما خلصناهم هنخبزه في فرن درجة حرارة 180 درجة على الرف اللي في النص لحد ما ياخد لون ذهبي حلو، ونطلعه من الفرن. وده بسكوتنا الجميل بعد ما خلصناه. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، حاجة سهلة خالص واقتصادية، مكلفناش اي حاجة. كوباية زيت وكوباية مية وكوباية سكر و5 كوبايات دقيق، عملنا احلى بسكوت. حاجة نظيفة ومضمونة وطعمه جميل جدا.
لو وصلتوا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، اعملوا لايك على الفيديو وقولوا لي بتتابعوني منين. اشوفكم على خير، باي باي.